هديه من عندهم فنجان البورسلين. خلينا افكركم، كل دول حاجات سالتوني كتير جبتها منين، مش بس دول، لا كل دول بدي ودي 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 وده. فالنهارده جبت عليهم حاجات جديده وهقول لكم ازاي تجيبوها باحسن واضمن طريقه تقدروا توفروا بيها. مطحنه حلمت اجيبها بقالي فتره كبيره وكنت بحوش لها لانها تستاهل، صحيح مش الاغلى لكن تستاهل كل باكو اتدفع فيها. سعرها وقت تصوير الحلقه هقول لك عليها بس بعد شويه لما تعرف الاول انا ليه كنت بحوش لمطحنه البي سمبل، ولاني من محبين طحن القهوه فريش وكان عندي اكتر من مطحنه، وحتى المطحنه الاخيره دي جايبها من عندهم وهي ترس خماسي فولاذ وبتطحن من اول اسبريسو لحد الفرنش بريس، وتقدر تسميها النسخه المصغره من البي سمبل. اما عن المطحنه الجديده فجسم معدني بالكامل من الالومنيوم ايركرافت، وبرغم قوته الا انك بتحس بالخفه في مسكته، وطبعا مقاوم للخدوش وتروس فولاذيه وبالتاكيد مقاومه للصدى. واجمل ما في التروس بتاعها بخلاف ان هي مقاومه للصدى ان هي كمان مش بتسخن معاك بسرعه. واللي مش عارف يعني ايه مش بتسخن بسرعه فلازم تعرف ان احيانا ممكن تبقى معاك شويه حبوب قهوه حلوه ولكن بسبب المطحنه ولف التروس والاحتكاك فالتروس بتسخن معاك، ولما بتسخن بتسخن معاها البن وده بيخليها تفقد جزء من نكهتها وزيوتها بسبب السخون، وده هتعرفه لما تقارن الطحن بمطحنه اقتصاديه ومتوسطه واحترافيه. المطحنه دي عندها القدره ان هي تطحن لك من اول التركي لحد الفرنش بريس، بتستوعب معاك لحد 30 جرام فمش هتضطر تطحن لكل شخص لوحده، لا ده انت ممكن تعمل لشخصين وفي بعض الاحيان 3 اشخاص. سهله التنظيف سواء بمنديل او بالفرشه اللي بتيجي معاها عشان تساعدك توصل للاعماق وتنظف كل بواقي القهوه، وبتيجي معاها شنطه شياكه عشان تقدر تخزن فيها المطحنه بكل ادواتها الخاصه في الشنطه دي، وما تقلقش شياكتها هتبان من اول ما تبدا تستخدمها سواء كشكل او لون او اداء او كستايل او حتى بضمان المكان اللي بنشتري من عندهم كل الادوات الخاصه بالقهوه. واللي كان سعر المطحنه دي وقت تصوير الحلقه 7000 ونص بدلا من 8000 ونص. اما بقى عن الكيميكس ايس دريبر او في مقوله اخرى الكولد برو او بالبلدي اداه التقطير لكن على البارد، وهي بتيجي بسعه 400 مل. والفكره بسيطه، سيرفر مركز التقطير والدريبر نفسه مكون من 4 قطع مجمع التقطير وبتكون مخرمه من تحت لتفريغ التقطير في السيرفر زي ما انتم شايفين قدام، وبيجي معاها ورق فلتر لتنقيه التقطير وضمان ان القهوه اللي نازله بانقى صوره. والقطعه الثانيه هي حافظه التلج واللي بنحط فيها مكعبات التلج اللي بتسيح ومع مرور الوقت بتنقط ميه والميه تختمر في القهوه لحد ما مصيرها يكون في النهايه في السيرفر تحت. لكن اهم قطعه فيهم هي قطعه التقطير الداخليه واللي مقصد بيه القطعه دي. واخر حاجه هي غطا حافظه التلج عشان نضمن ان مفيش اي تراب او اي حاجه تنزل على التلج اثناء التقطير، خصوصا ان هي بتاخد من 12 ل 18 ساعه واحيانا 24 ساعه ان لزم الامر. ما هي متوقفه على كميه التلج اللي انت هتسيحها. امال ايه؟ ده انا دارس بره وجوه. وكل ده عشان يكون معاك في النهايه الكولد برو اللي بتتباع في المحلات بشيء وشويات. سر حلاوتها في المحلات ان هم بيعملوها بنفس الطريقه بالظبط، ودول بيكونوا مركزين. ممكن تخففها بالميه وتعملها ايس امريكانو او حتى تخففها بالحليب. الفكره بدل ما تكون معموله من اسبريسو تكون معموله من قهوه كولد برو متقطره ومتخمره، او لو انت عايز تربع المركز اربع ربنا معاك. لكن يبقى السؤال ليك هنا عزيزي المستمع والمشاهد اينما كنت، هل ممكن نستخدم الدريبر ده في اي حاجه تانية غير الكولد برو؟ وهل انت كهاوي للقهوه تقدر تشتري دريبر مخصص للكولد برو؟ اكتبوا لي في التعليقات، وانتوا بتكتبوا في التعليقات ما تنساش تصلوا على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب، وندعي الام والاخويا والاموات بالرحمه اللهم امين. ونكمل مع الساده المستمعين والمشاهدين. ده الميزان اللي هيخليك دايما في المظبوط والامان. ولو بتحضر مشروبك او بتستخلص قهوتك بالجرامات ووقت استخلاص محدد، ميزان رقمي احترافي قد كف ايدك، بطاريه ليثيوم بيدعم شحن التايب سي، وبالتاكيد مش هيكون سعره غالي كده الا لما يكون فعلا بيأدي الهدف المطلوب منه. ده غير ان هو بيتحمل معاك وزن لحد 3 كيلو. السطح عليه رابر مقاوم للحراره ومقاوم للزحاليق عشان ما تقعش منك الكوبايه شمال او يمين. وبالمناسبه وقت تصوير الحلقه الميزان كان سعره 2500 لكن انا اشتريته ب 2000 لان وقت ما اشتريته كان عليه عرض وكان متبقي على العرض 4 ساعات، وده معناه ان الموقع نفسه بيعمل عروض تقريبا يوميا، والعروض والخصومات بتبدا من اول 100 جنيه لحد 1000 جنيه في بعض الاجهزه. وكانت هديه من عندهم فنجان البورسلين. انت اتخضيت. فنجان بورسلين اسود سعه 250 مللي، فخامه شياكه حلويات، وسعرها كان في العرض 350 جنيه بدل 450 جنيه. انت اتخضيت صح؟ وكتير مننا بيشوف الناس وهم بيحضروا قهوتهم وبعد ما بيوزنوا القهوه بيجيبوا حاجه زي كده وبيبداوا يعملوا
وبعدين يمسكوا القهوه ويعملوا كده ويبداوا مرحله طحن القهوه. اهي الفيس دي بقى ميه، والله ميه مش حاجه تانية. وبيعملوا الحركه دي لاكتر من سبب. اولا عشان البن وانت بتطحنه ما يعملش تكتلات جوه التروس وتلاقي نفسك مدخل 20 جرام وينزل لك 19 جرام، وبنسال نفسنا الجرام الباقي راح فين؟ هو مستخبي ما بين التروس وعامل تكتلات او رايش او هايش منه، فمهما حاولنا ننزله مش بينزل. فبخات الميه بتساعد على ان حبات القهوه تكون مترطبه، فبالتالي مش هتعمل تكتلات جوه التروس، ولو عملت 20 جرام هينزلوا لك 20 جرام الا فسفوسه صغيره. اما السبب الثاني من فس فبتعمل عمليه تبريد نسبي بسبب سخونه بعض التروس في المطاحن، وزي ما قلت لكم قبل كده ان التروس لما بتسخن السخونيه بتنتقل لحبايه البن وبتفقد جزء من نكهتها وزيوتها. كل ما عليك تطلع تفتح تعبي الميه تقفل تدخلها تاني، وسعرها وقت تصوير الحلقه 150 جنيه بدل 200 جنيه. ودي بوله على شكل حبايه القهوه، بوله لوزن القهوه معموله من السيراميك، وبغض النظر عن شياكتها واناقتها وحلاوتها الا ان محبين القهوه وهواة القهوه بيحبوا دايما يقتنوا الحاجات اللي زي كده في الكوفي كورنر بتاعهم، وانا عارف انه مش هيجيبها غير محبين القهوه بكل تفاصيلها، ولو حبيت تجيبها فسعرها وقت التصوير كان 600 جنيه بدل 700 جنيه. وعشان كل ده معمول في الاساس لحبايه البن اللي المفروض نحافظ عليه، فدي علبه حفظ فاكيوم من الستانلس ستيل مقاوم للصدى وامن وصحي للاستخدام. العلبه دي بتمنع دخول الهواء عموما، ولكن بعد ما نعبيها بالقهوه ونغطيها ومع الضغط المتكرر على الزرار ده فاحنا بنفرغ كل الهواء من جواها لحد ما الزرار ينزل للاخر. والسعه بتاعتها تشيل لحد نص كيلو تقريبا من القهوه، وسعرها وقت التصوير 1200 جنيه بدل 1400 جنيه. لو تفتكروا في شهر يناير 2024 عملت لكم فيديو ردا على اسئلتكم منين اشتريت كل الحاجات اللي كانت موجوده في بدايه الحلقه، وكمان اللي اشتريتهم جداد النهارده. وقتها قلت لكم ان انا اشتريتها منين، والحاجات دي كلها جايه من صفحه اسمها كوفي تاون او مدينه القهوه، بس هي اسمها بالانجليزي زي ما انتم شايفين قدامكم كوفي تاون. وحرفيا انا بتعامل معاهم بقالي اكتر من سنتين او سنتين ونص لحد دلوقتي. تقريبا ما لقيتش اي حاجه جديده بتنزل السوق في عالم القهوه الا لو لقيت الحاجه دي في كوفي تاون. هتلاقيهم على سيرش جوجل وفيسبوك وانستجرام بنفس الشكل اللي قدامك. اكتب على السيرش كوفي تاون هتلاقيهم ظهروا لك على سيرش جوجل بكل منصاتهم. لكن لما تلاقيهم ما تنساش تبص على باقي حاجاتهم، هتلاقي عندهم عروض اكتر تناسب كل محبين القهوه. والى هنا حضرات الساده المستمعين والمشاهدين في كل مكان، بعتذر لكم عن الاطاله، ولكن حبيت اتكلم معاكم من قلبي واكسر المود ايا كانت الاحداث والزمان. وفي الختام بنصلي على حبيب لاجل قلبي وقلبكم يتيم، وندعي الام والاخويا والامواتنا بالرحمه اللهم امين، والفولو واللايك والشير، واتمنى لي من قلبك الخير. واوعى قبل ما نقفل تنسى الفولو واللايك. مساء الزبده.